الفي دي جوز ابنه. نعم. سنة سنتين 3 سنين ما فيش حبل. دق له بيو قال له فوفو، قال له ايه بابي. قال له مش مثل ما نحن بنعمل بروما. المرة واحد بعت ابنه على امريكا، درس 5 سنين يا ارزي بامريكا، واجا الولد بتعرف كل الوقت البي طلع على الجرد، طلع على الجرد الولد عند البي، رجع على البيت، اهله انبسطوا فيه كثير، وبلشت العالم تعرف بالجرد وبخمس سنين تعلم ورجع، والعالم كلها بدها تضيع تيجي لعنده. كل ما يجي لعنده حدا انتوا هون بتضيعوا، نحن بامريكا. it was great, بامريكا it's a country, it's a very civilized country, كل وقت هيك بيو مفقوس انه شو هالولد من يعمل، يجوا هالعالم هو طيب كل العالم مضايقه انه انت هون انتوا عايشين، نحن بامريكا، نحن الحضاره بامريكا، بامريكا نحن بامريكا. مرة أول نهار ثالث نهار هو أنتوا أهل الضيعة هون، بدي أعرف كيف بعدكم بتشيلوا مي من العين، ونحن هونيك المي بالأنانة، ما بعرف كيف أنتوا هون بتشيلوا كاشك، نحن هونيك كنا نجيب كل شيء خالص من السوبر ماركت، ونحن بأمريكا. بعد 3 سنين مشي فقس، بعد 3 أيام فقس بيو، وصلت معه هون جمعوا خلص العالم بطلت تجي. اجى بيو قال له يا بيي اشو هيدا اشو هيدا، مين ما يجي بتقول له ما اشو هيدا، نحن هون يا اولاد الارض. قال له داد انا عشت بامريكا 5 سنين، صرت احكي مثله داد. قال له انت عشت بامريكا 5 سنين، انا صار لي 20 سنه بنام مع عمك، شي مره شفتني بحكي وبعمل هيك. وحده عندها ببغاء، اكيد حلف. وحده عندها ببغاء، هاي ببغاء لسانها فايت كثير، بضل تبهدلها للمرة بالبيت. كل ما يجي لعندها حدا من اصحابها للمرة الله وكيلكم، مين ما اجى مين ما فال سحبت البيت. قلت له تلفت منها يعني، اخذتها وراحت عند صاحب المحل، قلت له هيدي ببغاء بلا اخلاق، ما بدي اياها، مش طايقتها، مين ما اجى بتبهدلني كذا 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 كذا، مش معقول هيك. قال له طولي بالك، هاليومين جاييني وثقه مرتبه وبشلك وحده على ذوقك. قلت له دخيلك ودو بليز. راحت هالمره وجاي بعد يومين 3 ما وصلت البضاعه، جاي المره بدها الببغاء، شافها هو انه بدها تجي، راحت الببغاء ذاتها دهنها ظبطها غيرها لونها، جايه هي. قلت له شو مش الحال خاي لك هالببغاء شو حلوه لونها شو مهضومه ياي. قال له هي بتجنن اشتي جديد وشلت لك اياها على جنب ما حدا معه مثله. قال له طيب بس كيف بدي احكي معه؟ قال له ما فيها شيء، عربي بتحكي معه. بتعيلها اجى اليمين بتقول لك بونجور، بتعيلها اجى الشمال بتقول لك بونسوار. قلت له اذا عليت لها الاجرتين شو بتقول لي؟ قال له ما قلت لك مرة باخرة عليها مرأة هيك حد جزيرة، على جزيرة هيك صغيرة عليها واحد ما في غيره بالجزيرة، بس مرقت السفينة صار يعمل هيك طلع هيك كابتن طيارة بالزلمة، قالوا له شو طلع كابتن الباخرة هيك بالزلمة، شو بو هذا المسطول عم يعمل هيك حركات. طلع هيك صاحبه هيك مساعده محشش، قال له شو بدك في هذا، كل سنه بنمرق من هون، كل سنه بيعمل لنا هيك الحركات. يا حرام من سنه لسنه هين الزعل بدي اعرف وين زعل. مرة واحد تلفن، واحد تلفن على البنك، هي شوي زعل. مرة واحد تلفن على البنك، قال له تلفن على البنك هيك، قال له مرحبا استاذ، قال له نزلت الفايدة؟ قال له ايه استاذ نزلت الفايدة، قال له ميرسي سكر. بعد شهر تلفن، قال له مرحبا استاذ، قال له اهلين، قال له نزلت الفايدة؟ قال له ايه نزلت استاذ سكر. بعد شهر تلفن، قال له مرحبا استاذ نزلت فايدة؟ قال له لا بعد ما نزل. قال له مش معقول، من شهر دقيت لك كانت نزلت فايدة وكانت امي اجتها الدورة الشهرية. قبل بشهر كمان نزلت الفايدة ودورة امي الشهرية بذات الوقت، ليش هالشهر امي اجتها الدورة الشهرية والفايدة ما نزلت؟ قال له يعني استاذ شو بنعمل هلا؟ ما فهمت. بنشيل الرزنة ما بنحط امك.
اذا انا ضميري كنسل. في 3 ضاعوا بالصحراء، واحد امريكاني وواحد فرنساوي وواحد لبناني. قاموا وصلوا لهونيك شافوا فانوس، حفوا طلع لهم مارد. دخيل اجراك ودينا على بلادنا، رجعنا قال لهم شو هيك القصه سايبه؟ بتحذروني انتم من وين؟ بردكم على بلادكم. اجى اول واحد الفرنساوي عمل له هيك. طلع يا هشام لا تفهمها. عمل له هيك. شو سوري بس رجع ايه. قال له انتوا عمرتوا اطول برج بالعالم. انت فرنساوي حطه وطقه. وصل الدور الامريكاني اجى عمل له هيك. قال له هاينه كثير. قال له انت امريكاني، انتوا اول ناس حطيتوا صوت الرئيس على المصاري تبعيتكم. وصل اللبناني عمل له هيك. طلع فيها المارد هيك قال له دخيل عرضك. رجعت لي اياها ما فهمت شيء. قال له والله ما فهمت شيء. قال له لك انا لبناني كل اثنين وخميس تكس لوتو بطلع على هذا. نعم بني ربي بدك تحكي انك زهره. كلنا سما ولا كلمه. المرة في واحد ما بيعرف شيء بالحياة، أهله لما جوزوه يعني بدهم يرتاحوا منه. قام هيدا الزلمة قرر إنه يسافر ليأسس مستقبله ويشوف الحياة. هذا مش موجز صراحة. قرر إنه يروح أوكي فكرت موجز. فلما سافر شاف شيء اسمه أرجيلة. انبسط إنه في شيء اسمه أرجيلة. إجا على لبنان راح عند مرته بيجيب جت مي، بيجيب صينيه بحط فيها فحمه، بيحملها هيك على راسه، وبتيجي مرته عم تقول له شو عم تعمل؟ بقول لها يلا تعي ارجلي. انا بتسمعكم نكته قويه بس طويله يا عزيزي. ام العبد وابو العبد ما عم بيجيبوا شيء. لا ولد ولا ولد ولا ضربه يا عزيزي، ولا ولد ولا تلد. ام العبد اقترحت على ابو العبد، هي طويله النكته بس حلوه. ام العبد اقترحت على ابو العبد يا ارزي انه بنجيب بي بديل. هلا في بي بديل ماشي بيجي بس بحبل المرأة وبفل وان احنا بناخذ الولد. ابو العبد عزت عليه الدنيا يا ارزي، ضلت يومين 3 لتقنعه لحد من يوم من الايام قبل. قال لها بس النهار اللي بده يجي لعندك البي البديل انا بدي فل من البيت. قالت له يوم الفلاني اجى جاي فل ابو العبد من الصبح من البيت. منه اسبري لارج. فل ابو العبد من البيت يا ارزي. اوكي. وبدق الباب. مين جاي لعند ام العبد؟ جاي لعندها بالغلط بالصدفه، جاي لعندها مصور بواحد بيصور اولاد صغار، بحب يصور اولاد صغار. فات هيك لعند ام العبد، فتح الباب، فتحت له الباب، فتحت له ام العبد الباب. قال لها مرحبا مدام. انا قالت له بعرف شو جاي تعمل، تفضل فوت. قال لها اف. قالت له اي بعرف تفضل. قال لها يلا منفوت. انت بس تعرفي انه انا اختصاصي الاولاد. قالت له ما نحن مشان هيك جايبينك. قال لها اف. خلص تركي مدام كل شيء علي، انا بحب انك توثقي فيي، بحب مدام بدي بس خبرك خبريه. قالت له انا بعرف شو بدك تعمل، وين بتحب نبلش؟ قال لها مدام انا عاده الاولاد اختصاصي، بدك نعمل 2 بالمختص، وحده على الكنبايه ووحده على ارض الصالون بركي، وبركي 2 على التخت. قالت له سوري شي 6 7. قال لها مدام طبعا 6 7 وايام، وكل مره بدي اجرب بمحل، وكل مره بدي اجرب من 6 7 زوايا لتزبط، يعني مش كل مره بتزبط من اول مره. قالت له 6 7 زوايا بكل محل؟ قال لها ايه مدام 6 7 زوايا بكل قال لها مدام بس انه، قالت له بس كثير هالقد. قال لها مدام معلش لا ليطلع شغل حلو بدنا نجرب كثير، ليطلع الشغل حلو بدنا نجرب كثير. مدام معلش خليني فرجيكي شغلي. طلع لها هيك البوم صور ولاد صغار. قال لها مدام هيدا عملني على سطح اتوبيس. هيدا مدام عملناه على ارض الصالون. ام العبد هيدا عملتوه على ارض الصالون؟ ايه مدام انا وين ما باخذ كل شيء باي تفاصيل، هيدا عملناه على ارض الصالون. قالت له مش معقول. قال لها هيدا التوم عن جد، هيدا التوم عملناه باوضه النوم بس كثير اخذ شغل، يعني عندك 12 13 زاويه لزبط. يا رب دخيلك. قال لها هيدا مدام الصبي، هيدا شايفتيه بالجنينه مدام، هيدا اضطريت اعمله قدام كل العالم بالبارك
انا وامه عم بتصرخ ما عم بقدر ركز. مدام امه عم بتصرخ وانا ما عم بقدر ركز، انا عم صور سوري انا مش هيك. قال لها مدام انا عم بعمل والمرأة عم تصرخ، المدام امه عم بتصرخ مش عم بقدر ركز. قلت له ما فهمت بالبارك قدام. قال لا والعالم كلها عم تتفرج، واضطرينا نجرب 13 14 مره زبطت اخر شيء. مسيو عن جد عن جد ما بعرف شو بدي اقول لك، بس انا فكرت انه الامور اهين من هيك. قال مدام ما في شيء هين، اذا حاضره هلا لشيل التريبيه. قلت له تريبيه؟ لشو تريبيه؟ قال لا مدام لانه ما بيهدى بايدي بدي اهديه على التريبيه. هشام ايه واحد محشش يا ارزي طلع بسحبته سوري شادي طلع بسحبته قال لي حياتي جبت لك كادو. يبرني ربك شو هو؟ انا شايف هاي الفراري الحمراء اللي هونيك. قلت له يبرني ربك ايه شايفتها؟ هلا جبت لك مانيكير زيت اللون. بنت بلا صغرى بنانسي يعني طبعا. بحضرتك طبعا اكيد. ثانكس يسو. بنت وامي كمان ما بتشبهني ولا بتشبه بناتي، كثير طويله شقره، فيري 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 سكسي. يعني عباره عم تشرب الكول، والبارتندر مدوخ فيها كل الوقت، ما عم بيعرف، عم بكسر كبايات، عم بيعطي الطلبيات غلط، عم يدلق الجزرات هيك غيشه. بتقوم بتفوت على التواليت بترجع بعد شوي تعمل له هيك. قرب هي شو تمثل شوي يعني تخيلني هي شو. طبعا هيدي البنت السكسية، غمض عيونك هيك تخيل. اوكي ايه بلشت تقول له حضرتك صاحب البار؟ ايه. ايديها هيك بشعراته، هو يدوب. ايه يدوب. ايه انت صاحب البار؟ ايه. لا مش هو صاحب الباب. لا مش انا صاحب الباب. صاحب الباب ايه طبعا جيب لك صاحب الباب. ايه ليه؟ لانه محل محترم مثل هيدا عيب بالتواليت ما في بابيه تواليت ولا صابون. رئيس بلديه جديد يا ارزي، رئيس بلديه جديد طلع بالانتخابات، الشعب كله عم بيهنيه، الجمهور الضايع كله عم بيهنيه. مش معقول انت احلى رئيس بلديه طلعت لهم بوسوا لي. مش معقول شوي يطلع واحد بيقول ايه بدي اسالك انت واحد بايخ هبلي وسئيل طلعت رئيس بلديه تفوق عليك. يرجع يروح. يا عمي مين هو هيدا؟ شو بدك فيه هيدا؟ شو بدك فيه خيي؟ شو بدك فيه هيدا؟ شو مش معقول انت احلى رئيس بلديه، عن جد احلى رئيس بلديه، عن جد مبروك. مش معقول يجينا رئيس بلديه احسن منك. شوي يجي واحد عم بيعجبك بس انك سئيل انت بتفوق عليك. انت رئيس بلديه، انت شكلك رئيس بلديه بتفوق عليك. واحد كلب سراق حرامي. يا عمي مين هو هيدا؟ يا عمي شو بدك فيه لك هيدا شو بدك فيه؟ هيدا رمز الببغاء عادي. شو بدك فيه؟ رمز الببغاء؟ ايه رمز الببغاء شو بدك فيه؟ شوي كله يا عمي وحياة الله مش معقول شو هالرئيس البلديه العظيم عن جد فظيع. عن جد يا ربي وحياة الله مش معقول يطلع لنا رئيس بلديه مثلك. اعظم واحد بتضيع يطلع رئيس بلديه. يجي واحد فوق عليك انت رئيس بلديه فوق عليك انت رئيس بلديه عم بقلبك شو بيخ شو هبلي وسيء حرامي فيس. قال له يا عمي مين هيدا؟ قال له يا عمي خلي شو بدك فيه هذا رمز الببغاء. يا عمي مين هيدا رمز الببغاء؟ قالوا له واحد يا عمي معاق بالضيعه. شو بيحكوا على الضيعه؟ بعيد وراها. مرة معلمة ماتيماتيك عم تحذر الأولاد، قلت لهم في 3 عصافير على الشجرة وفي واحد عم بقوصهم. ساب عصفور منهم، كم عصفور بيبقى؟ رفع ايده التلميذ قال له ما بيبقى ولا واحد. قلت له كيف ما بيبقى ولا واحد؟ قال له اكيد بيكونوا طاروا الان بس يقوصهم بيطيروا. قلت له حبيبي عم نشتغل ماتيماتيك بيبقى 2. بس عجبتني الفكرة تبعيتك. شوي صغيرة طلعت فيه هيك لقيته عم بيضحك. قلت له شو بك؟ قال لي في انا حزرك حزوره. قلت له تفضل. قال لي في 3 دموزلات فاتوا على محل بوزه اشتروا بوزه، وحده اكلته من فوق ووحده اكلته من تحت وحده حطته كله بتمها، اي وحده منهم اللي مجوزه؟ قلت له اكيد هي اللي حطته كلهم بتمها. قال لي عجبتني الفكره بس اللي حاطه محبس بايدها.